فلجأ شهيد المحراب إلى تمويه عناصر الأمن المراقبة له، واستطاع الاختباء في أحد الدور المهجورة الفارغة في مدينة النجف حتى تم خروجه من العراق. بعدها استطاع الوصول إلى سوريا في تموز عام 1980، ومن ثم لحق به أخوه السيد عبد العزيز الحكيم طاب ثراه. فغادر العراق وكأن كل شيء يقول خلفه: وقضى سرابك أن كفك أنهر، وأمر صمتك أن صوتك سكر. يا يوسف الأشياء، يا حزني الأخير، بأي ريح من قميصك أبصر. أخاف بأن باقر الحكيم عبال عود من يجي هنا العراقيين كلهم وياه. وكان على رأس المعتقلين السيد محمد باقر الحكيم. أطلق سراح السيد محمد باقر الحكيم في عفو عام عن السجناء السياسيين والعاديين في 17 من تموز لعام 1978. الإمام الخؤي أرسل مبعوثا إلى السيد محمد باقر الحكيم برسالة فيها اختصر كل الآلام والمحن. هذه رسالة للإمام الخوئي رضوان الله عليه، وأنا أخجل أقول هذا الكلام، وكأني أفتخر طبعا بهذه العناية، بهذه الرعاية، بهذا الحب منه، بهذا الموقف منه، لكن الإنسان يخجل أحيانا يتحدث وكأنه يتحدث عن نفسه. أرسل رسالة: لاحظوا هذا الإنسان المظلوم، الشيخ الذي بلغت أكثر من 90 وأنا لا أساوي واحد من أولادي وطلابه، يقول لي: قول لفلان أن أنا بذلت كل ما لدي في هذا الطريق وفي هذا السبيل. ماذا يصنع هذا الإنسان؟ ويبدو أن هذه الرسالة قد أخذت مأخذها من السيد محمد باقر الحكيم، الذي كان حاملا لهم العراقيين وهم مراجع الدين والحوزة العلمية ليسمع بها حتى الصخور الصماء.